آية رزق جادو. النهارده شاركت في المؤتمر اللي هو بيدعو للثقافة والتغيير، فشاركت في قصيدة اسمها ابتسم في دعم التفاؤل علشان الفترة الجاية محتاجة أكتر تفاؤل وكده. فالقصيدة الحمد لله نالت إعجاب اللجنة وكده، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. أحمد قلت إيه؟ أنا اسمي أحمد رزق جادو. قلت قصيدة اسمها ارفع راسك يا مصر والجمهور قاعد يسقف لي وسلمت على المعجبين هو اللي كان. طب قول آخرها. مصر دايما للأمام. قول مصر آخرها. دايما للأمام. مصر دايما للأمام. مصر جامدة مش كلام. مصر دي أم البلاد. مصر دي أرض السلام. يعني مهما اختلفنا، مهما صرنا أو وقفنا، حضن مصر برضو كافي يمحي أحزاننا. مصر أمي حتة مني، حاجة عايشة جوه دمي، مهما تقسى ولا تنسى مش هتبعد بره عني. مصر ابني وابن ابني، مصر شعري مصر فني، مصر هي تقول دايما غصب عنا غصب عني. ارفع راسك يا مصر وتحيا مصر. قلت إيه النهارده؟ أنا اسمي ميرنا رزق جادو. النهارده شاركت في المؤتمر بقصيدة اسمها ثورة عقول، ونالت إعجاب الجميع الحمد لله، ويا رب للأمام.